ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا جايه النهارده وشي منكم في الارض. من الحاجات اللي في السوق والاسعار، يعني ربنا يعيننا ويعين كل واحد بجد. يلا الاول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم ابواب الرزق اينما كنتم واينما نكون. وحشتوني كتير كتير يا حبايبي. طبعا انا قلت النهارده اروح اشتري شويه حاجات كده من السوق طبعا، فربنا يعيننا ويعينكم يا رب على الاسعار فظيعه جدا. كفايه اصلا الطماطم ب20 وب25. انا مش عارفه في ايه في الدنيا ولا هيحصل ايه بعد كده اصلا. يلا هنعمل ايه؟ ده حال كل الناس. هنعمل ايه؟ هو ده حالنا وحال كل الناس، ولابد ان احنا نجيب الاكل اللي هنمشي بيه حياتنا. ما لازم. ماشي. طبعا هفرجكم بقى ايه انا جبت ايه واقول لكم على الاسعار. هنا بقى يا حبايبي بصوا انا جبت ايه. الاول كده بصوا انا بجيب الكياس دي كياس تخزين. بجيبها اللي هي ايه بتشيلي بيها حاجات، اي حاجات تخزين او اي حاجه كده في التلاجة. تمام كده. دي الربع ب25. تمام. وجبت الكوبايات دي عشان هعمل بيها حاجات حلوه قوي هتشوفوها. تمام. اهي الكوبايات اللي هي البلاستيك دي تحط فيها ايه عصير. تمام كده. المية ب20. تمام كده. المية ب20. وجبت ربع الليمون ب2 جنيه ونص. هو الليمون هو اللي رخيص. الليمون والبتنجان. تمام. الليمون والبتنجان هو اللي هتلاقوه رخيص قوي الايام دي. البلح دوت اللي هو الاحمر والرطب الكيلو ب20. تمام كده. كيلو ب20. بصوا بقى كيلو الجوافه ب20. كيلو الجوافه برضو ب20. جبت كيلو. بصوا بقى دي حزمه جرجير بكام؟ ب2 جنيه. حزمه الجرجير دي ب2 جنيه ليه؟ قولوا لي كده، حد يقول لي ليه. ودي كزبره. الكزبره دي بصوا شايفينها قد ايه؟ ب3 جنيه ونص. دي طبعا بيبيعوا لك كده اللي هي ب2 جنيه عودين. طبعا دي ب3 جنيه ونص. ربع الفلفل الكوبي ب4 جنيه. ربع الفلفل الكوبي ب4 جنيه. هنمشي على قدنا، كل واحد ايه يعمل اللي عليه برضو عشان ايه يعرف يمشي حاله برضو بمصروفه وكده. ده جبت فلفل اللي هو الالوان اصفر واحمر الربع ب10 جنيه. فلفل الوان اصفر واحمر الربع ب10 جنيه. الازمه كلها في الطماطم ديت. الطماطم ديت الكيلو ب20 وب18 وب16 طبعا يعني ما بتتاكلش خالص يعني. بصوا قد ايه. بصوا الطماطم دي ب18. تمام كده. دول 2 كيلو. وده ربع فلفل الربع ب4 جنيه اللي هو دوت البلدي ده جميل برضو. جبت ربع. جبت ايه كمان؟ جبت سمك. طبعا في لما بروح السوق بجيب سمك. ده كيلو سمك بولتي هنقليه هناكله بعيش، وعندي رز للعيال واحنا بنحب ناكله اصلا ايه بالعيش. تمام كده. مش قلت لكم بقى هو ارخص حاجه البتنجان في السوق؟ البتنجان هو اللي رخيص في السوق. ماشي. البتنجان العروس ده بصوا حلو قوي. بصي تنقيه وانت مغمضه كمان جميل قوي قوي. الكيلو ونص ب10 والكوبي ب5 جنيه. كوبي اهو ب5 جنيه. جبت كيلو من ده وكيلو الا ربع من ده كفايه قوي. الخيار ب15 وب12. ده ب12. جبت نص بس كده عشان احنا ايه ملناش تقل عليه. قلت كفايه نص بس النهارده للسلطه وكده ولو عوزنا بعد كده بس. بصوا بقى هنا كده اللحمه ب280.
بس تحفه قوي يا بنات. بصوا انا جبت نص كيلو ب 140، نص كيلو لحمه من عند الجزار ب 140. تمام كده. وجبت برضو فرخه اهي، فرخه اهيت. الفرخه دي عامله 168 ماشي، 2 كيلو وربع تقريبا كده. الفراخ ب 68 النهارده، فالحمد لله. انا حطاها هنا. طبعا ده كلور، انا بجيب الكلور السايب، كلور سايب بملاه من عند الراجل، اللتر تقريبا ب 2 جنيه. بملى الجيركن ده بالحمام يعني والحوض وكده بقى كويس. الغسيل انا بحط له اللي هو المركز، وده ديتول برضو بنغسل فيه الحمام، ده ديتول. تمام كده. بس مفيش اي حاجه تانية. هما دول شويه الحاجات اللي احنا جبناهم. اهو بقى ننضف الفرخه وننضف السمك. هننضف الفرخه وننضف السمك ونشوف بقى هنعمل ايه. طبعا ربنا يعيننا ويقدرنا على اللي احنا فيه. استنوا كده. عايزه بقى اقول كلمتين لكل اللي بيتابعني. اتمنى ان انتوا الفيديو يكون بيعجبكم وفيديوهاتي تكون بتعجبكم، واتمنى ان كل اللي دخل قناتي برحب بيه. طبعا انت شرف على دماغي لان انت زودتني، وكل اللي ما اشتركش اتمنى ان هو يدخل ويشترك. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه علشان القناه تعلى بيكم وتجيب لايكات. تمام كده حبايبي. طبعا انا لسه جايه بصوا مفرهده قوي من الحر، الجو حر برضو، ومع الغلو الحاجه برضو بتحسي ان انت اصلا مش طايقه نفسك، حرانه اصلا. ماشي. بصوا كل واحد بيمشي بيته على قده. بصي معاكي كتير زي اللي معاكي شويه هتمشي بيتك بيه، معاكي كتير هتجيبي حاجات في بيتك، معاكي شويه هتجيبي حاجات في بيتك. المهم ان انت كده كده هتجيبي اكل في بيتك. فانت معاكي قرش، روحي هاتي بيه حاجه في بيتك هيكفيكي انت وعيالك. لو ما نفعكيش النهارده هينفعك بكره. كده كده انت بتشيلي حاجات في التلاجة، شيلي على قد اللي هو ايه اللي تستخدمي. يعني انا جبت 2 كيلو طماطم، احنا استخدامنا في الطماطم بيبقى كتير شويه، بس جبت 2 كيلو يمشينا برضو اليومين دول لحد ما نشوفها هترخص ولا ايه. ما نجيبش كتير ونشيل. الخيار برضو جبت نص كيلو لانه غالي، هيمشي برضو يومين 3 معانا. وهالحاجات والسمك والفراخ واللحمه هيكفي كام يوم. طبعا هنعمل اكله لحمه على فاصوليا او بسله او اللي هي لوبيا، هيكفي. والفرخه برضو هنعملها في اي يوم ونشوف جنبها ايه برضو. فكده احنا ايه مشينا كام يوم اهوت بالفلوس اللي معانا. فكل واحد بيمشي بيته على قد ما هو عاوز، وزي ما هو عاوز ومشي بيتك اللي هتوفريه ليكي ولاولادك. تمام كده حبايبي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما تحبطوش من الاسعار، هي دي الحال فاحنا لازم نمشي عليها. مش احنا هنسعى نغير حاجه يعني، لا، هو ده اللي احنا صباحنا لقيناه. يعني امر واقع. يوم غالي يوم رخيص فتستغلي الوقت، ويلا كل واحد بياخد نصيبه. ماشي يا حبايبي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احبكم في الله يا اغلى متابعين. يلا اشوفكم على خير.